السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الفل وصباح الجمال، صباح الهنا على أجمل عيون المتابعين. النهارده بقى راجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد. عايزه اقول لكم قبل بدايه الفيديو كده، عايزه اشكركم على كل كلمه حلوه انتوا قلتها لي امبارح في الفيديو، وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتسعد قلبي وتفرحني وتحسسني كده بطاقه ايجابيه وتشجعني والله دايما. فعايزه اقول لكم ان انتوا اخواتي وعلى راسي كلكم من فوق، ربنا يا رب يديمكم نعمه كبيره في حياتي. وعايزه اقول لكم ان انا مهما اتكلم عليكم وبصوا اللي هو مش كل فيديو مش عارف بصراحه ان انا بجد يعني اديكم كده حقكم عليا، وعلى يعني بصوا على قد خوفكم على قد حبكم ليا، سواء ليا ولا لاولادي ولا لجوزي ولا عيلتي عامه في بيتي، كل الحاجات اللي انا بحب ان انا اشاركها معاكم. فربنا يا رب كده يخليكم ليا ويديمكم نعمه كبيره في حياتي. انتوا ناس جميله والله. ويلا بينا بقى، النهارده محضره لكم حته فيديو بصوا جامد. يعني انتوا دلوقتي هتشوفوا معايا الفيديو للاخر، بس عايزه قبل اي حاجه عايزه يبقى لايكات كتير قوي النهارده على الفيديو النهارده، وكومنتاتكم استناها بفارغ الصبر، لان النهارده هعمل شويه حاجات تعديلات كده بسيطه. فبجد هبقى ايه اللي هو هبقى مستنيه برده رد فعلكم، فاهمين اللي هو هتشوفوا كده معايا النهارده في الفيديو. فيلا بينا كده نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا كده ندخل في الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ويلا بينا. عايزه اقول لكم ان انا مهما اشيل ومهما اروق ومهما اعمل برضو الرخامه زي ما هي، زي ما انتم شايفين كده بترجع تاني، يعني سبحان الله. طبعا ده حاجات دي كده بعد الفطار، فهشيل الصينيه دي. فيلا بينا حبايب قلبي واخواتي كده نشوف النهارده نعمل ايه النهارده في يومنا، ونصلي كده على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم والله ان انا بحب جدا اشارك معاكم، بصوا حتى لو حاجه بسيطه. فالنهارده بقى اليوم ده كده يوم بصوا بسيط كده، يوم عادي. المهم ان انا عارفين بشجع كده نفسي وافتح معاكم الكاميرا واشوف كده ايه اللي ورايا النهارده واخلصه، سواء اي حاجه بقى مثلا اكله او روتين او تنظيف او هنعمل اي حاجه مشتريات، اي حاجه من الحاجات دي. المهم ان احنا ننجز كده في الحاجات اللي ورانا والحاجات اللي هي طبعا علينا كده، والمفروض ان احنا نعملها طبعا كل يوم. عايزه اقول لكم والله بصوا مهما تنضفي ومهما تعملي ومهما تنشري ومهما تطبقي، بصوا الغسيل والمواعيد ما بيخلصوش الاتنين دول. يعني انا بحس ان الاتنين دول مدى الحياه حاجه كده معاكي. فالحمد لله ربنا يا رب كده يديم علينا نعمه ويدينا الصحه والعافيه يا رب، ويديكم انتوا كمان العافيه والصحه اللهم امين. دخلت بقى هنا على البلكونه زي ما انتوا شايفين، ما كنتش لسه بقى رفعت التندة ولا اي حاجه، وقلت بس الاول ايه، طبعا انتوا عارفين ان الحاجات اللي انا اشتريتها اللي هي الزرعه والكلام ده كله اللي انتوا قلتوا لي اشتروا حطيها في البلكونه على الارفف والحاجات اللي انت حطاها دي. فانا قلت بقى قبل ما احطها كده انضف شويه، لان طبعا اكيد البلكونه من ساعه اخر روتين انا كنت عامله فيها تنظيف اللي هو العميق بقى، لما كنا بنمسح وبننفض وصبنا كل الاتربه اللي كانت في البلكونه. ولكن زي ما انتم شايفين اهو بصوا رجع تاني برضو اتبهدل معايا. فانا رحت بقى عملت ايه، طلع المكنسه بتاعتي وقلت بقى يلا خلينا اشفط بقى بالمره، بدل ما اجيب بقى الفرشه واقعد اعفر على نفسي وعلى هدومي وبهدل نفسي. فهو الاحسن ان انا ايه يعني نشفط كده بالمكنسه الاول، عشان طبعا خاطر انا صدري كان تعبني جدا جدا من بعد اخر فيديو روتين انا كنت عاملاه هنا في البلكونه، كان كلها تراب. فعايزه اقول لكم انا بعديها قعدت لي كده يومين حلوين، اخدت لي دور برد مع الحساسيه اصلا اللي كانت على صدري انا كمان، فالحمد لله. فالمهم بقى انا طبعا عشان كان المفروض ان انا البس كمامه او احط حاجه لما يكون في تراب او حاجه زي كده بتتعب لي صدري. فانتوا كلكم برضو بتقعدوا تقولوا لي في الكومنتات لا يا شروق غلط التراب ده كده على يعني على صدرك، وكمان في اطفال صغيرين. فالمهم احنا عشان بس ما يكونش فيه اي اتربه ولا اي حاجه من الكلام ده بعد كده، انا بقيت احافظ على كل حاجه عندي، بقيت اشفط كده بالمكنسه كل شويه الارضيه نفسها بتاعه البلكونه والحديد، علشان لما اجي برضو افرش او انشر حاجه مثلا، او افرد بطانيه، افرد لحاف، افرد مفرش، احط سجاده، يعني احط اي حاجه مشايه اعلقها، هتكون برضو الحديد نضيف وما يبهدلش معايا الغسيل بتاعي خالص ولا اي حاجه. تمام. بس لمعت بقى هنا عندي الحمد لله المنظمات والحاجات دي، وانتوا عارفين بقى ان انا كنت حاطه الشبكه كده عامله لها كده شويه بصوا حركات في البلكونه. اي نعم بصوا مش باينه قوي، ولكن هي يعني كتغيير برضو من باب التغيير، فاهمين. بس رحت بقى جايبه الجوانتي بتاع ده بتاع التراب وشويه ميه، وبقيت بقى ايه اصبن كده على طول الحاجه والمعها كويس. طبعا بعد ما شلت كل الاتربه اللي عليها ارجع ايه المعها. تمام. بس كده.
وعندي بقى البساقط الصغيره او الزرعه اللي انا كنت شارياها دي كانت ب39 جنيه يا جماعه من عند التوربيني. عايزه اقول لكم الاسعار هناك موت. بصوا والله العظيم بجد، يعني هو متهيألي عمل الافتتاح وحصلت مشكله في الافتتاح، كان في ناس هجوم، ناس كتير جدا جدا جدا، وبعد كده هو ما فتحش المحل. بس عايزه اقول لكم هو شغال، يعني انا رحت في المحل، رحته يعني تاني يوم متهيألي من بعد الافتتاح، بس دخلت من الباب الخلفي لقيت ناس كتير داخله بصراحه وبتشتري وبيبيعوا تمام، والدنيا حلوه جوه. وعايزه اقول لكم الاسعار هناك والله يا جماعه بصوا، يعني ايه ده بجد، انا حاسه ان انا ما كنتش مش مصدقه الاسعار اللي الحاجات اللي انا من كنت بشوفها. وما شاء الله ما شاء الله اكتريه اللي كانوا موجودين في المحل كلهم كانوا عرسان، يعني عرايس كتير جدا ما شاء الله. اللهم بارك، ربنا يا رب يتمم فرحتهم على خير. كانوا فعلا بيستفيدوا جدا 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 من كل العروض اللي كانت موجوده في المحل هناك، سواء بقى الحاجات الاجهزه المنزليه او الحاجات اللي هي رفايع المطبخ او كل الكلام ده كله. ربنا يا رب يعين كل ام وكل ست على طبعا على الجهاز بقى البنت وكل الكلام ده كله. ربنا يا رب كده يهدي سرهم ويسطرهم يا رب كده على خير، وتفرحي يا رب كده بكل حبايبك وكل ولادك كلهم، وتشوفهم يا رب كده يعني في احسن حال، ويقوينا يا رب على كل حاجه احنا بنعملها، سواء في التعليم ولا سواء في الجواز ولا في الجهاز نفسه. فعارفين يعني فكره الجهاز دلوقتي ان انا اشيل حاجه، ماما تقعد تقول لي دلوقتي شيلي البنات، جبتي طقم حلو، جبتي مش عارفه ايه شيلي. انا ما بفضلش بصراحه ان انا اشيل من دلوقتي، يعني لسه صغيرين جدا، وبعدين الحاجه بتقدم يعني لسه قدام، يعني لسه الحاجات دي ممكن قدام تقدم، وفي حاجات طبعا بتطلع احدث وحاجات بتطلع جديده، فاهمين؟ فعلى حسب، ممكن اللي بيشيل بقى يعرف يشيل لهم حاجه سواء فلوس او سواء اللي بيشيل اجهزه دلوقتي. فانا من رايي بصراحه اللي يشيل فلوس احسن، اللي الفلوس بتنفع، وساعتها بقى ايا كان في الوقت المناسب اللي هي هتبقى طبعا بتتجوز فيه، بتبقى طبعا الاختلاف في الاسعار وفي كل حاجه، ولكن ربنا يا رب كده يعيننا ويقوينا. وهنا بقى رحت داخله على المطبخ، جبت الغسيل اللي كان في الغساله، طلعته بقى طبعا دلوقتي عشان اطلع بره على البلكونه انشره، بس قلت ايه خلينا احط كل اللي كان في الباسكت التاني ده، الغسيل اللي لسه عايز يتغسل كان كله ملايات يعتبر، فحطيت اكتريت كله الملايات في دوره واحده، وخدت الباقي كان غسيل كده كله مختلط، وطلعت بقى بره على البلكونه بعد ما نطفت بقى وبقت زي الفل كده ونضيفه كلها بتلمع. يا جماعه عايزه اقول لكم بصوا ريحه النظافه كده تشمها من عندك، من عندك كده مطرح ما انت قاعده. خلاص يلا بينا بقى كده نكمل بقيه النشير. وعايزه اقول لكم ان انا اوضه البنات جوه متروقه وكل حاجه. جيت بصراحه اشيل الدفايات اللي فيها عشان اغسلها، لقيتها يعني متبهدلتش قوي، فقلت خليني بكره بقى ان شاء الله هبقى اشيلها. وعايزه اقول لكم ان كلكم امبارح في الكومنتات قعدتوا تسالوني يا شروق فين حماتك فين حماتك. بصوا والله انا حماتي تاني يوم ما انتوا شفتوني كده لما كنت بنظف الروتين في اوضه الاطفال، هي باتت معايا اليوم دوت، وقبلها برده كانت بايته معايا يومين، هي يعتبر كل اللي قعدته معايا 3 ايام. بعد كده نزلت راحت شقتها هناك، بنتها قاعده معاها شويه في البيت وقرايب احمد بقى وبتاع، فقلت لها خلاص يا ماما براحتك، فراحت بقى قعدت هناك. هي بصوا يا جماعه براحتها والله. انا بصوا عايزه اقول لكم ان انا يعني ما بحبش ان انا اضغط عليها، انتوا عارفين الناس الكبار بيبقوا عايزين يعني بصوا لا براحتي، اللي هو سيبيني على راحتي، فاهمين؟ اللي هو انا كنت والله عايزه اريحها وخليها تبقى قاعده معانا وبتاع والدنيا حلوه وبتاع، بس هي برضو في ناس عايزين يشوفوها وهي عايزه تطمن على برضو يعني في اخوات احمد وبتاع، فاهمين؟ فاللي هو قالت لي لا انا هفضل رايحه عليكي يا شروق، من ان انا ايه يعني بفتح الشقه وبشوفها وما سيبهاش برضو الواحد يعني قافله، ما بحبهاش قافله كده، فانا بحب اشوف حاجتي وكده واشوف الناس اللي بتجيلي وبعدين انا هجيلك، فاهمين؟ هي دي بس ايه الموضوع كله عشان بس تبقوا عارفين. يعني حماتي لما تلاقوها كده مش عندي تبقوا عارفين خلاص ان هي في شقتها التانية موجوده خلاص، يعني بنطلع مع بعض وبنصور وبشارك معاكم اللحظه الجميله دي، اللحظه الاسريه، فعارفين اللي هو انا بحب اشارك معاكم كل حاجه. والله انا عارفه ان انتوا بتحبوها وعارفه ان انتوا بتحبوا كلامها وتلقائيتها وبتحبوا دعواتها الجميله اللي بتدخل كده من القلب، فربنا يا رب كده يخليها لنا ويديني يا رب العافيه والصحه، ويجعل يا رب كده كل حاجه حلوه وكل حاجه كويسه احنا بنعملها يجعلها يا رب كده في ميزان حسناتنا، ونشوف يا رب كده في ولادنا يا رب، اللهم امين. عايزه بقى اقول لكم ان انا النهارده بادئه معاكم اليوم او بادئه معاكم روتين يعتبر كده من بعد البنات ما جم من المدرسه، يعني متاخر شويه، بس عايزه اقول لكم ان انا انجزت النهارده حاجات كتير قوي، قلت بقى اشارك معاكم النهارده قبل اليوم بقى ما يخلص لما الحقش انزل حاجه النهارده. كوتي القمر الجميله كيوته
عامله ايه؟ يلا بقى بينا ندخل جوه عشان الشمس، عشان الدبان يرتال. يلا خلصت بقى كده النشير، هقفل بقى كده البلكونه واقفل اهم حاجه السلك عشان الدبان ما يدخليش جوه، ونشوف يومنا بقى النهارده هنعمل فيه ايه. طبعا معايا الفيديو للاخر عشان فيه تفاصيل كتير، حاجات كتير قوي النهارده. يلا بينا بقى نكمل اللي احنا عملناه امبارح، اللي هو التغيير بقى والحاجات بقى. عايزين بقى نعمل ايه دلوقتي؟ استاذ احمد هيركب لنا هو دلوقتي بقى المسطره، تمام، ومعاها كمان اهي بصوا العلاقات بتاعتها، عشان بس ايه ندي كده ماتشنج كده جامد ونغير في ديكورات المطبخ. وبصوا هتشوفوا دلوقتي المطبخ عامل ازاي. بس انا مش عارفه بصراحه هو يبقى يعني المسطره دي ينفع احطها هنا كده، ولا هتبقى هنا الناحيه دي مثلا، ولا هناك في الجنب ده، مش عارفه. المهم بصوا بقى، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي بقى يا جماعه في حاجه جديده انا هعملها بصراحه دلوقتي، وانتوا برضو بقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. هي ايه يا شروق؟ هقول لكم دلوقتي حالا. استاذ احمد هيشيل لي الجزء ده كله، طبعا اللي هو الوحده دي اللي هي بتاعه المطبخ، الوحده اللي بره بس. يعني هو بصوا هم اتنين زي ما انتوا شايفين، واحده كبيره وواحده صغيره. دي هيشيلها تمام، وهنركب مكانها الطبلوهات القمرايه دي. ايه رايكم؟ هتبقى حلوه جدا على فكره، هتتشي وهتدي بصوا يعني ديكور جامد جدا بصراحه في الاول الدخله دي. فانا بصوا اقول لكم يعني انا مش عارفه انتوا برضو ايه، عارفه ممكن في ناس تغلطني، وعارفه ان في ناس ممكن تقول لي لا يا شيرا عشان انت تشيلي اللوحه دي كلها بالليد بتاعه ومش عارفه ايه. بصوا يا جماعه انا عندي منه اهو كذا واحد تمام، فانا يعني قلت كده استغل الديكور بتاعه شويه. انتوا بصوا تابعوا معايا الفيديو للاخر وهتشوفوا كده. انت قلت استغل احمد موجود النهارده واطلع اي اختراعات يعمل لي اي حاجه في المطبخ. يا بنت ارحميني يا بنت. طب ما يعني انا اللي هعمله. لا اله الا شغل مين ده يا ابو جنى؟ انت عايزه واحد نجار وسباك وكل حاجه. انت كل حاجه، انت في نظري كل حاجه يا ابو جنى. ومال حبيبي اعمل لك شاي؟ لا يا ماما شكرا. اعمل لك قهوه. بعمل لنفسي قهوه. لا شكرا. قهوه بتاعتي. ده انت عملت قهوه صيصه النهارده الصبح لنفسك. ما هنش عليك تعملي لي. اقول لهم دخل عمل قهوه يا جماعه لنفسه، والله العظيم فنجانين يدلقهم ويفضيهم يطلعوا من غير وش، ومره صيصه خالص اللي هو اصلا ما فيش بن تمام، يعني حاسه ان هو رمى ميه عاديه. قلت لك انا سيبني فنجان القهوه بتاعي ده ظبطهولك. عايزه انزل كل الحاجات دي كده. امسكي كده الحاجات دي ارتاح، اشيل بس الحاجات دي عشان ما تقعش، الازاز والكلام ده كله اهو. تعالى بقى يا احمد، انت عمتك هتجيب لي الرفين دول. يلا يا احمد بقى خلص. نشوف اخرتها معاك. ما اعرفش انت متجوزه واحد نجار ولا واحد سباك ولا واحد ايه بالظبط يعني. يلا بس ازيكم يا جماعه؟ عاملين يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده دايما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب تكونوا احسن حال مع شروق زي ما انتم شايفين كده مبهدلانا امبارح مش عارفه ايه والنهارده ايه. يا بنت حرام عليك. طب اديني كام؟ كمل جميلك للاخر. هتديني كام؟ هقول لك يلا. لا اتفق. الاتفاق قبل الشغل صح ولا لا؟ احنا نتفق هاخد كام. انا دلوقتي هركب لها دول، هي عايزه تركب دول، انا ماشي معاها اركبهم لك يا ستي. تدفعي كام كده؟ دي مش هتيجي الا بكده، دي مش هتبطل تطلب مني حاجات الا لما احاسبها. انا عارفه ان انت هتيجي انت عايز كام؟ دي بكام؟ انت عايز كام؟ اركب لك المرمى دي كلها كده بكام؟ 20,000 جنيه عشان نقسمه انا وانت. نقسمه انا وانت يا ستي. ماشي نقسمه انا وانت. فكها لي بقى يا احمد. افكها لك عشان بس ايه، خلي بالك من انت شلت كل الارفف صح؟ لسه شلت الارفف بس، وهشيل دي دلوقتي. بس افتكري انا قلت لك بلاش. والله حاسه ان هو يبقى في الاخر كده حاجه تانية بقى خالص. هتشوف دلوقتي. ربنا يستر. هتلاقي نص التعليقات عندك كلها بتقول لك ايه حلوه يا شروق، وهتلاقي النص التاني وحشه يا شروق. وربنا بس انت اعملي اللي يريحك في الاخر يعني. على مهلك على مهلك. امسكي دي طيب كده الازاز ده. هو خلاص اتفك؟ امسكي دي بس كده اهي. مش هينفع، انا حاسه لو سبتها تقع على دماغك. انا ماسكها اهو. بس كده ايوه. الله يكرمك. دي بقى تحطها في اوضه النوم، تحطي فيها مكياجاتك حاجتك، ما عندهاش تسريحه يعني ولا عندها كومودينو جوه. والله العظيم اقسم بالله حد يتبرع لنا يا جماعه باي كومودينو اي تسريحه شغاله موسيقى حزينه. ما هو انا اصلا انا هقول لك على حاجه. انت دلوقتي برضو انا هقول لكم يا جماعه عشان بس ايه ما القصه دي نقفلها خالص دلوقتي. انا ما كنت عامله حسابي ان انا لما كنت هنقل في شقه تانية وبتاع ونظبط والكلام ده كله.
طبعا حوار الشقه مليون مره، يعني كذا مره نمشي فيه والموضوع ما يتيسرش، عشان طبعا خاطر يعني المدرسه والحاجات دي كلها مش عشان المدرسه بس، هو الموضوع معرفش مش بيكمل معانا ليه. والله يعني انا حتى لو تلاقوني ساكته في الموضوع ده كذا حد يشوف ايه عملت ايه في موضوع الشقه وبتاع، بس احنا موجودين، يعني لو لقينا حاجه كويسه تناسبنا احنا والله هننفذ فيها. والله. فعايزه اقول لكم ان احنا بصوا مستنيين حاجه كويسه وحاجه تكون مناسبه، فان شاء الله يعني ربنا يا رب كده ييسر لنا كل اللي فيه الخير. مفيش حاجه بتيجي كده مره واحده يا جماعه، لان طبعا موضوع النقل ده مش سهل زي ما انتم عارفين، فاحنا مستنيين. يعني انا رحت شفت، انا حصل معايا موقف، رحت شفت شقه عجبتني وكل حاجه وكنت هخلص فيها خلاص، بس السمسار عمل معايا حاجه ما عجبتنيش. السمسار دخل كذا حد، يعني انا واثنين ثلاثه تاني بيتفرجوا على الشقه، فطبعا الشقه عجبتنا احنا الثلاثه، فالثلاثه واقفين عايزين الشقه. طب الطبيعي السعر هيعلى. فطبعا جه صاحب الشقه اول ما شاف الثلاثه عايزين الشقه كده قام معلي السعر، وقمت قايل لهم سلام عليكم، تاخد بعضي وماشي. الصراحه انا من النوع اللي ما بعرفش احرج نفسي يعني، بس هو نصيب يا احمد، هو نصيب. مستنيين حاجه تيجي مناسبه يعني والله بجد، بس في اقرب وقت ممكن تلاقونا كده طلعنا بكره يا جماعه احنا خدنا شقه، بعض ما نعرفش امتى الصراحه، ولكن احنا بنجتهد وبنسعى على الموضوع دوت، وفي نفس الوقت احنا برضو شقتنا حلوه وجميله وقاعدين فيها زي الفل ومرضيين، فالله المستعان يعني. ان شاء الله خير باذن الله. على مهلك على مهلك، ده انا جيت في الوقت المناسب، خبطت والله. اديك على دماغي يا نهار ابيض. بس كده ايه ده في فرق خالص. ما انا بقول لك في رولا هنا، في رولا ايه ده؟ بصوا يا جماعه سي مسكي نزليها بقى، حافظي عليها عشان دي حطها في اوضه شيلوا النوم. الميتين اللي هنا. يلا 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 شوف الواد خلاني شلت دي. ماشي. الاختلاف بتاع الحيط عامل ازاي؟ ده تحس ان دي لون ودي لون تاني خالص. طب ده اتساخ ولا ده ايه؟ لا ده لا ده دي احنا ما بيضناش هنا ساعتها لما ركبنا المطبخ، ركبنا عليها فما بيضناش الحته دي، بس انا عندي نفس اللون جوه بتاعنا ده. عندي في دهان تاني عندي باقي، في منه جوه ممكن تدهنيه عادي. بص الله يكرمك خلاص انت كده نزلت لي دي. بصوا الستاره دي شايفها؟ عايزه ايه؟ والله العظيم بص شكلها عامل ازاي. طب بذمتك يا بنتي هو انت لسه بتصدقيني قاعد بتصدق تلاقيني قاعد ساعتين في البيت؟ اعمل لي الستاره دي مغيمه معايا الدنيا قوي ليه اللي فوق الشباك دي. عايزه ايه؟ بصوا نزلها لي عشان عايزه اغسلها. بس الله يبارك. انا جبت لك الدهان اهو يا احمد الجوكر. لسه عندنا اهو. ده لونه برايز يا جماعه. تمام. الرقم بتاعه اهو 0552. ده درجه الدهان بتاعت الشقه كلها. بس كده بص شكلها عامل ازاي؟ يعني شكلها لا يسر عدو ولا حديد، دي عايزه تترمي هلا بيلا كده كلها. هغسلها بقى وبعد كده بقى اعلقها تاني. يلا بينا. بسم الله. كلمة بسم الله دي لوحدها كفيلة تخلص أي حاجة بفضل الله من غير أي تعب ولا أي مجهود إن شاء الله. يلا أحمد بقى جاب لنا يا جماعة بصوا مكرونة. الشطة فين المعالق؟ هو في كشري تاني باين، في طاجن تاني أهو. ليه ما حطيتوش مفرش الأول؟ خد شوكة أهي. ماشي. ألزق له بقى الحاجات دي. أنت ما قطعتش بالمقص لسه صح؟ احنا جبنا اللزق ده يا جماعه عشان خاطر احنا ايه زي ما احمد قال لكم كده ما يعرفش يعمل الشنيور في الحيطه، عشان خاطر اللي هنا فيه عمود. تمام. احمد الزق لك هنا بقى. تمام. ايه يا حبيبتي؟ الزق لك هنا. ماشي. هو بقى بياخد المقاسات وانا هلزق له اهو. كده تمام. مظبوطه اهو. استنوا كده. كده تمام قوي. عايزه افهم حاجه، وانا عشان اركب رفين لازم يحصل ده كله؟ يعني ايه كل ده؟ معلش برضو ده اقل واجب. انا مش فاهمه حاجه والله بجد. يعني ايه كل ده؟ الشقه عشان صغيره فبتتبهدل بسرعه وبتتروق بسرعه وبتتلم بسرعه. بس ربنا يوعدنا كده ويوعدكم بشقه كبيره ان شاء الله. انا اللي جبت ده كله لنفسي. تعالي بس رشي لي شويه سبراي هنا كده. ماشي. ولا رش انا؟ رش انت. طب انت شايفه كده مظبوط؟ عشان تمام. لا تمام ده كده مظبوط حلو قوي. لسه كده هتبان بقى وبتحط فيها شويه حاجات برضو. يا سلام بقى يا احمد لو حطيت فيها الليد اللي هو اللي كان في البتاع ده نورت. ايه رايك؟ احطهولك بس هينور منين يعني؟ هينور بوجودك. كتير كده عليا النهارده، كتير كتير كتير.
حلوه كده مظبوطه. اللي فوقيها طب يلا. اي خدمه. لا بجد تسلم ايدك وكتر كتر الف 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 خيرك. انا بصراحه تعبتوا معايا جدا يا جماعه والله. بس ايه رايكم في النتيجه؟ يعني انتوا قولوا لي برده كده في الكومنتات تحت، يعني حاجه كده من باب التغيير. انتوا عارفين ان انا ايه، بصوا يعني بحب كده ان انا ايه يعني اعدل شويه، اعمل تغيير، اي حاجه. المهم ان انت تختلفي كده عن العين شويه. وانتوا عارفين برضو ان انا يعني بصور وكده، فاي تغيير برضو اللي هو اي حاجه في البيت كده تتعمل في نفس الوقت. برضو يعني انا ما بعدتش كتير عن المحتوى بتاعي الحمد لله رب العالمين. فربنا يا رب يدوم علينا كده نعمه ويحفظني يا رب من كل شر. شايفين بقى يا جماعه شكل المطبخ كمان بعد الرف بقى كده ما اتحطت له الارفف وكل الكلام ده. قولوا لي ايه بقى رايكم تحت في الكومنتات. الله. ايه رايكم؟ بصوا حطيت الزرعه هنا خلاص كده اللي هي دي، والحاجات اللي انا كنت شاريها برضو امبارح اهي وريتها لكم. انا بس عايزه اعمل حاجه، عايزه اهدي الاضاءه شويه علشان برضو ايه تعرفوا تشوفوها. بصوا انا ممكن ايه، عايزه اقفل كده. ايوه انا كده طافيه كل الاضاءه عشان بس ايه تعرفوا تشوفوها كده ايه كله تمام. ايه رايكم؟ شايفين الاختلاف؟ يعني بصوا مش قادره اقول لكم والله يا جماعه. انتوا بقى انا هسيب لكم الاختراع ده كده في الاخر. فيا رب النهارده بقى الفيديو يكون عجبكم نال رضاكم. عايزاكم بقى تقولي لي تحت في الكومنتات، هستنى عليكم تحت بفارغ الصبر. عايزه بقى لايكات كتير او على فيديو النهارده وكومنتاتكم الجميل. بكره ان شاء الله فيديو قوي جدا وحلو ان شاء الله باذن الله. بس كده سيبكم بقى في حفظ الله واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.